كنت بادئ إني أتجوّز وأخلّف عشان نِفْسي يبقى عندي أطفال، لإني باحبهم أوي، وفضلت أبكي وأنا بادعي ربنا، وخلّصنا العُمر على خير ورجعنا. ولمّا رجعت شُغلي لقيت المستشفى مقلوبة، ولمّا سألت في إيه، قالوا لي حادثة كبيرة حصلت وكل اللي فيها ماتوا ما عدا بنت صغيّرة حوالي 6 شهور، وبحُكم إني دكتورة أطفال خدت الطفلة وكشفت عليها وعملت اللازم، ومش عارفة ليه حبيتها أوي، كانت بنوتة جميلة جدًا. ولمّا عدّى وقت وما حدّش من أهلها جِه خدها ولا عرفنا حتى بياناتهم، رُحت لمديرة المستشفى وقُلت لها إنّي آخُد الطفلة معايا لحد ما أهلها ييجوا ياخدوها، وفعلًا خدت الطفلة وعدّى وقت وما حدّش سأل عليها، لإن على الأغلب أهلها كانوا من برّه البلد، فكلّمت الإدارة وطلبت منهم إنّي أتكفّل بالطفلة، وعملت الإجراءات اللازمة كلّها أنا وبابا، ومن اليوم ده بقى حياتي اتغيّرت، لإنّها بقت بنتي وسميتها نور. ومش قادرة أوصف لكم سعادتي أنا وبابا بالبنت، كنت فرحانة بيها أوي وباخدها معايا أي مكان باروحه، حتى الشغل كنت دايمًا باخدها معايا فيه، وبابا كان بيحبها جدًا وبيهتم بيها، وعدّت سنين وأنا باربي البنت وبرضه ما حدش بيتقدم لي، لحد ما بقيت 42 سنة، وأنا راضية جدًا بنصيبي والحمد لله ما عنديش مشكلة خالص إني ما اتجوزتش، لإني حسيت قد إيه ربنا رضاني بالبنت، لإنه عارف إن أنا باحب الأطفال أوي. ويمكن الجواز ما كانش هيكون خير ليّا، ربنا دايمًا بيختار لنا الخير، رغم إن ناس كتير وأولهم أختي قالت لي بلاش أتكفّل بالطفلة، لإن ده هيقلل من فرص إن حد يتقدّم لي أكتر من الأول، بس أنا حسيت إن أنا هاكون سعيدة وهي معايا أكتر، وأحب أقول لكل واحدة كبرت وما اتجوزتش ونفسها تبقى أم، تتكفّل بطفل يتيم وتهتم بيه، صدقوني مش هتحسّوا بفرق، وحياتكم هتتغيّر للأحسن كتير. بإيدِك أنتِ تكوني سعيدة، وبإيدِك تكوني تعيسة وتسمعي كلام الناس، وبكده تكون قصتنا النهارده خلصت، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.